والنهارده اليوم ال 30 اني احاول اعمل فورمه في شهر بعد ما خسيت 5 كيلو في اسبوع. تعالى اقول لكم النظام اللي انا كنت ماشي عليه عامل ازاي، وهوريكم النتيجه وشكل جسمي في اخر الفيديو. هدفي المره دي مختلف عن كل مره، لان انا هدفي كان دايما ان انا اضخم، عشان انا حرقي عالي جدا وببقى محتاج دايما ان ادخل كميه كبيره من الاكل عشان احافظ على شكل جسمي. انا عارف ان دي بالنسبه لناس كتير حاجه حلوه، بس للاسف الحاجه لما بتكون زياده عن حدها بتبقى صعبه جدا. فهدفي المره دي كان ان انا انزل دهون من غير ما انزل في الوزن، وازيد عضل من غير برضو ما ازيد في الوزن. ازاي بقى عملت كده؟ كان سعرات الاكل اللي انا بدخلها هي سعرات الثبات بتاعتي، يعني سعرات ولا تخليني ازيد في الوزن ولا تخليني اقل في الوزن. السعرات دي بقى كنت بقسمها ازاي عشان انقص دهون وازيد عضل في نفس الوقت. كنت بدخل 40% من السعرات دي بروتين، و40% كربوهيدرات، و20% دهون. نظام تمريني بقى كان مختلف شويه عن بقيه الناس، لان انا بدمج تمارين الحديد بتاعه الجيم العاديه مع تمارين بوزن الجسم، ودي حاجه بقى بتخليني ما املش من التمرين بسرعه، وبصراحه بتخلي الموضوع فيه متعه. وهنزل لكم سلسله ازاي تدمجوا الاتنين مع بعض، وبجد يا جماعه لو جربتوها هتدمنوها بشكل مش طبيعي. وطبعا كنت محافظ على ان انا العب كارديو من نص ساعه لساعه في اليوم. انا لما بدات كان وزني حوالي 65 كيلو بوينت 9، نقول 66 كيلو يعني. هنا لما جيت اوزن في اليوم ال 30 نفس الوزن بالظبط، ما اتحركش 100 جرام. بصراحه انا ما اعرفش انا ظبطتها كده ازاي. بصيت على الدهون لقيتني لما بدات كنت حوالي 13.5%، لقيتها دلوقتي وصلت ل 9.3% دهون. ودي حاجه فرحتني جدا، لان انا في شهر واحد قليت 4.5% دهون، ودي حاجه حلوه جدا بصراحه. يعني كانت النتيجه النهائيه ان انا زدت حوالي 2 كيلو عضل، وخسيت برضه حوالي 2 كيلو دهون، ودي بصراحه كانت نتيجه حلوه بالنسبه لي. وخلي بالكم عشان انا التطور بالنسبه لي اصعب من اي حد، لان انا الحمد لله اصلا في حته كويسه، فكل ما بتبقى في حته كويسه كل ما التطور بيبقى اصعب واصعب. عشان كده انا فخور باللي انا عملته، فخور ان انتوا كنتوا معايا في الرحله دي، ولسه التحديات اللي جايه اكتر، وما ينفعش يكون في حد متابعني ومش عامل فورمه. قولوا لي افكار تحديات جديده نعملها مع بعض، واهم حاجه ان انتوا تكونوا بتستفادوا منها. واخر حاجه طبعا ما تنسوش ان التفاصيل بتفرق.